والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في ذكر الفوائد والعبر المستفادة من سورة يوسف ومن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره بعد تفسير سورة يوسف. قال: ومنها أي من الفوائد أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يرقيه إلى الله زلفى، يرقيه أن يرفعه ويقربه. قال: لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء، وهو طبيعة لأغلب الخلق، فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوى، فكان ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أحدهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وإنما الهم الذي يلام عليه العبد الهم الذي يساكنه ويصير عزما ربما اقترن به الفعل. نعم، الهم من دواعي النفس الأمارة بالسوء. الهم من دواعي النفس، أي تهم نفسك بفعل الشر، تهم نفسك بفعل الشر. ويوسف عليه الصلاة والسلام قد أخبر الله عز وجل أنه هم بفعل السوء، لكن هذا لا يلام عليه. فعندما هم قابل بينه، أي بين الهم وبين محبة الله عز وجل وخشية الله عز وجل، فعند ذلك غلبت محبة الله وخشيته على ذلك الهم، فقال: إني أخاف الله. قال: إني أخاف الله. وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. فلما أن غلبت محبة الله وخشيته على ذلك الهم كان ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. لمن؟ وهؤلاء من؟ فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى. فمن هم بشيء فإنه لا يعاقب عليه ولا يلام عليه، فإنه لا يعاقب عليه ولا يلام عليه. إن الله عز وجل تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تتكلم أو تعمل. فمن هم بشيء ولم يتكلم به ولم يعمل به فلا يؤاخذ عليه، لكن الذي ينبغي على العبد أن لا يسترسل مع ذلك الهم، لا يسترسل مع ذلك الهم حتى يصير عزما، ثم بعد ذلك ربما اقترن بالفعل، فإذا فعل هنا يلام عليه. وإذا هم ثم صار الهم عزما وأراد أن يفعل لكن هناك أسباب منعته عن الفعل فإنه يلام عليه، فإنه يلام عليه. قال: ومنها أن من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع أموره فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه
وإخلاصه لقوله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، على قراءة من قرأها بكسر اللام المخلصين. قال ومن قرأها بالفتح فإنه من إخلاص الله إياه من المخلصين. قال وهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه، فلما أخلص عمله لله أخلصه الله وخلصه الله من السوء والفحشاء. نعم، من دخل الإيمان قلبه وقوي إيمانه وكان مخلصا لله في جميع أموره فإن هذا سبب من أسباب دفع الشر عنه، وسبب من أسباب ابتعاده عن المعاصي وصرف الله عز وجل ذلك العبد عن السوء والفحشاء. فالله عز وجل يقول في أمر الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالعبد إذا كان مقبل على طاعة الله وعلى عبادة الله ومخلص لله عز وجل في جميع أموره فإن الأعمال تنهاه عن فعل المنكرات وعن فعل الفواحش. فكلما زاد إيمان العبد كلما زاد ابتعاده عن المعاصي وعن الفحشاء وعن المنكر، وكلما كان الله عز وجل يبعده عن الفواحش وعن المعاصي. فلما في قراءة في يوسف يعني لما أن أخلص لله عز وجل خلصه الله عز وجل من عمل السوء والفحشاء وأخلصه الله عز وجل لنفسه، أي اختاره واكتباه واصطفاه. قال ومنها أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه ليتمكن من التخلص من المعصية، لأن يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها فر هاربا يطلب الباب ليتخلص من شرها. هذا الذي ينبغي على العبد أن يبتعد عن مواطن يعني الفتن وعن مواطن المعاصي. يا الذين آمنوا وإذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا فأعرضوا عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أيضا هذه الآية في هذا الباب أن العبد إذا رأى مكان معصية ومكان فتنة أن يبتعد وأن يهرب عن هذا المكان، فإنه أسلم لنفسه من الوقوع في المعصية. قال ومنها أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه، فلو تخاصم رجل وامرأته في شيء من أواني الدار فما يصلح للرجل فإنه للرجل وما يصلح للمرأة فهو لها، هذا إذا لم يكن بينة، أي إذا لم يكن هناك دليل ويعني بينة تدل على أن هذا الشيء للرجل أو هذا الشيء للمرأة. فإذا تخاصم رجل وامرأته على أواني الدار يعني أمتعة الدار، فما كان للرجل يصلح للرجال يكون له، وما كان يصلح للنساء فهو للمرأة. هذا إذا لم يكن بينة. أما إذا كانت هناك بينة فإنها يعني يكون له ولو كان خاص بالمرأة، لكن هناك بينة أنه للرجل فيأخذه الرجل. هنا ليس هناك إشكال إذا كانت بينة، لكن الإشكال إذا لم تكن بينة، فما كان للرجل فهو للرجل وما كان للمرأة فهو للمرأة، يصلح للمرأة. قال وكذلك لو تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بينة. تنازع نجار هو
من يعمل في الخشب، وحداد من يعمل في الحديد. تنازعوا في آلة حرفتهما، هناك آلة تنازعوا فيها وليس هناك بينة، فإنه ينظر إلى هذه الآلة هل هي تصلح للنجار فهي له، أو تصلح للحداد فهي للحداد. أما إذا كانت بينة، كانت هناك بينة للنجار جاء بدليل أن هذه الآلة ملك له، ولو كانت يعني هذه الآلة مما يستعملها الحداد فهي له، لكن هنا يعمل بهذه القاعدة إذا لم تكن بينة. قال: والعمل بالقافة في الأشباه والأثر من هذا الباب، فإن شاهد يوسف شهد بالقرينة وحكم بها في قد القميص، واستدل بقده من دبره، أي يعني قده أي يعني أخذ القميص هكذا، وقيل يعني قطعه. قال: واستدل بقده من دبره على صدق يوسف، من دبره أي من الخلف، من دبره أي من الخلف كما تقدم معنا. قال: على صدق يوسف وكذبها، نعم كما تقدم أنه شهد شاهد من أهله، إن كان قميصه قد من قبل أي من الأمام، قد أي جمع هكذا، يعني هي صادقة، ويوسف عليه الصلاة والسلام كاذب على قول الشاهد. وإن كان قميصه قد من قبل أي من الخلف فيوسف صادق وهي كاذبة، فظهر أن القميص قد من الخلف، فبان صدق يوسف وكذبها، لأن إذا كان من الأمام هي ستدافع عن نفسها، إذن فهو الذي يأتي إليها. لكن إذا كان من الخلف فإن يوسف هرب وهي تريد أن يأتي إليها، فحكم بالقرائن، حكم أي الشاهد بالقرائن. كذلك الذي ينبغي على الحاكم أن لم تكن هناك بينة أن يعمل بالقرائن، أن يعمل بالقرائن. قال: ومما يدل على هذه القاعدة أنه استدل بوجود الصواع في رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة من غير بينة شهادة ولا إقرار. نعم، يوسف لما أن أراد أن يأخذ أخاه ماذا فعل؟ جعل الصواع في رحل أخيه، فما في هناك بينة على أن الذي أخذه الأخ، أن الذي أخذ الصواع هو الأخ، وليس هناك إقرار، لم يقر على نفسه يقول أنا أخذت الصاع، أنا أخذت الصاع، وإنما يعني القرينة، إنما القرينة أن الصاع وجد في رحله فهو الذي أخذه. قال: فعلى هذا إذا وجد المسروق في يد السارق، خصوصا إذا كان معروفا بالسرقة، فإنه يحكم عليه بالسرقة، وهذا أبلغ من الشهادة، أي رجل معروف بالسرقة، فيعني افتقد رجل شيء فوجده في يد ذلك الرجل، فهذا هو الذي سرق، إذن نقول هذا هو السارق، وإن لم تكن هناك بينة ولم تكن هناك شهادة. قال: وكذلك وجود الرجل يتقيأ الخمر، أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سيدة حاملة، فإنه يقام بذلك الحد ما لم يقم مانع منه، ولهذا سمى الله هذا الحكم شاهدا، فقال: وشهد شاهد من أهلها، أي الحكم بالقرائن، الحكم بالقرينة يعد شاهدا، القرينة تعد شاهدا. قال: ومنها ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن. قال: فإن جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب، وللنساء اللاتي جمعتهن حين لمنها على ذلك أن قطعن أيديهن وقلن ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. أوجب للمرأة من جمال يوسف يعني أن تدعوه إلى الفاحشة وراودته التي هو في بيته عن نفسه. وأما النساء فإنهن جعلن يقطعن أيديهن وهن لا يشعرن بذلك، وهن ينظرن إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، دل على عظيم جماله، على
عظيم جماله. قال: وأما جماله الباطن فهو العفة العظيمة عن المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها، وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعد ذلك ببراءته. ولهذا قالت امرأة العزيز: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وقالت بعد ذلك: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وقالت النسوة: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. فيوسف عليه الصلاة والسلام ونبي من أنبياء الله جمع بين جمال الظاهر، جمع الله عز وجل له بين جمال الظاهر وكذلك جمال الباطن. جمال الظاهر معروف، فيوسف من أجمل خلق الله، وجمال الباطن أنه عفيف عليه الصلاة والسلام. فيعني مع مراودة امرأة العزيز وتوفر الأسباب ووجود الدواعي للوقوع في الفاحشة والعياذ بالله، إلا أنه امتنع لعفة الباطن ولجمال الباطن، لعفته عليه الصلاة والسلام. هذا من جمال الباطن. فمن كان عفيفا فإنه يكون جميل الباطن. قال: ومنها أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية، فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين، إما فعل معصية وإما عقوبة دنيوية، أن يختار العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. ولهذا من علامات الإيمان أن يكره العبد أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار، كما يكره أن يلقى في النار. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.